السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد ولد آدم بأبي وأمي وروحي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته المحجلين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، ويجعل تفرقنا منه تفرقا معصوما، اللهم آمين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد بدر. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي شرفنا بالجلوس في هذا المقام بين يديه أن يجمعنا بكم يوم القيامة مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، اللهم آمين. أحبتي في الله، ولا زلنا نمضي سويا في الكلام في أشراط الساعة الكبرى وعلامات الساعة الكبرى، أو قل علامات نهاية العالم، نهاية هذا العالم. اليوم اللقاء الثالث في هذه السلسلة المباركة التي نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نشرك فيها اللغة العربية بالدارجة أو باللهجة الأمازيغية. عسى الله تبارك وتعالى أن ينتفع بها إخواننا الحاضرون معنا في هذا المجلس المبارك، وحتى المستمعون جميعا نساء ورجالا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. أيها الإخوة، الحمد لله أن مثل هذه المجالس هي في الحقيقة ربما تغني غسل، يمكن الإخوان خمين تحارد كثير ساعات يمكن تحرم، لذلك أرى أنه الله أعلم كان يستشعر ما لتوالن ساعة تسوم ضطس أتفنسن قسن جيجو زين ساعة توها قرية العشاء، هذا مروات تحرم. مرة الإخوان يعجبهم السيستم، يعني وخذ ساعة النهاد أنقمم إن شاء الله مرة في حالة والتحرم والتقنين. نسأل الله السداد والتوفيق. وكذلك الدرس خميتي اليوم وهذا يصير وقت، خصوصا بين العشاءين، يعني الإنسان تقريبا يفضل مرة الأشغال يتفرغ يعني، فيجلس في رحاب بيت الله والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شفيا الشرف ونيتتي، وأن لله عز وجل ملائكة تسوح تسير تلتمس مجالس الذكر. من يمسرين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم تحضر الملائكة سنني هنا أذق منني هنا. لكن بني آدم يعني يقنطون ويستثقلون. نسأل الله أن يحبب إلينا هذه المجالس. قنشي جنزيهم كيف وتجبون مار من يغاسش ندرس أنا حمحضا. ينبغي الإنسان ما يغاسر ديش الكلمة ديش ندرس إن كان ممن يأمن عقيدته ومنهجه هذا راح ويجلس ويستمع نغمر ويكسوال ينال شرف ذلك المجلس. ويكفي أن، وهذا دائما أحدثكم به، أن الله تبارك وتعالى لما يغفر لأهل ذلك المجلس يقول جبريل عليه السلام: يا رب
إن فيهم فلان يكذب ريدوها واصبر الغرض انت كتسني ويسرى الطاسي وفي يقيم قاعد تسني يقيم كيزن يقرأ وله غفرت لن تغفى غص هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وكما قال عليه الصلاة والسلام. طيب والسن ما بعدو ديريكت ما انجز المراجعة لأن يعني تصل وجوهي خافين نقص نحضر أنت كي نقص ماني عدو نقص نخان نهارا نتصل ربي ديري الخير إن شاء الله تري ونغاس الشغل تري إلى غير ذلك. لكن الشيوان تيزرشا ونصحرق بسطوب هذا غير مع الرادار أنه يا شوي شويت ولا شك أنه بإذن الله الفائدة تيري غتيري أقد جخو ذي سور فايد. ممكن هذه السلسلة نختصر في درسين ولا 3 دروس ونختصروها ونفوتوا دغيا ولكن ما يمليش واش بتخاف نحن في مجلس علم نستفيد. ونيغم المقصود الأول زي السلسلة من أشراط الساعة ونشري أول مرة زعم خس وهو تعزيز اليقين في قلوب الإخوة لأن المسألة من أشراط الساعة هي من الأمور الغيبية من الأمور الغيبية اللي غادي تكون في آخر الزمان ويخصنا الزي سنامن جملة وتفصيلا ما جاء في كتاب الله إجمالا وتفصيلا وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا ولا نشك في شيء من ذلك مما ثبت في الصحيح فمسألة مهمة أن الإنسان هذا يعزز اليقين من جديد هذه أمن سالغيب. ثم من الأهداف الأخرى المهمة كذلك وهو خميس سور علامات الساعة من خسانين يخفين دم زوات ثم الإخوانين بأن خسان غنخدم قبل يدغفس لأن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فممكن أن تقوم الساعة ممكن أن تقوم الساعة في يوم جمعة يعلمه الله في نهار الجمعة يغاف قوم الساعة كلمة يعلم الله سبحانه وتعالى لكن ممكن أن تقوم ما يدريك وإلا كما ذكرت لكم في الحصة الماضية أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو نهاية العلامات الصغرى. من يموت النبي عليه الصلاة والسلام يعني العلامة الزنين قضت مرة دليل على أنه لم يبقى بعد النبي عليه السلام إلا العلامات العشر كم قراني يخنس السور المسيح الدجال أعاذنا الله وإياكم من شره زي إتو غنبدا زي إتو غنبدا طيب أنجز مراجعة فسوس لكن الإخوان حتى الإخوان خلينا غادي السجن نهار جزاهم الله خيرا وتقبل الله منكم يجي مراجعة فسوس تغنسيور المسيح الدجال مين يعني أنت ما بشر ما جن قصير تقصير كنيو باش يتجاوب باش نتفاعل ان شاء الله تعالى نجي مراجعه وني غيتجي شاهدين ان شاء الله تعالى باش ننتفع جميعا ان شاء الله. هو بشر المسيح الدجال انت من البشر يعني نتاكد بانه توجبوا جني كما في حديث الجساسه يختوغا السيور. طيب ويضاين شي حاجه ديال اوصاف النص اظن ما تعقل مشى قد غادي نفسر هذه الفغ قد غادي يفغ واش ونعقر خوالو واش هذه فغ سيناق شوين يمكن تو خميتو غسريغ اخميتو غسريغ يا عاوسدا يسوري واسمني تو غسريغ قاع نسال الله السلامه والعافيه. اي والله النبي عليه السلام تو يسمى الصحابه على اساس باش ما يفغ ذات السند والا من يوصف النبي عليه السلام ليكونوا على بينه من امرهم باش تفسند. ولذلك كان هذا الحديث فان يخرج وانا بين اظهركم ما يفغ مش قيجارهم فأنا حجيجكم دونه نشيخهم فغياء وإن يخرج وأنا ميت يقول عليه الصلاة والسلام فكل حجيج نفسه الباريوس جفنش. طيب وين ثايب داخل محمد ايه جنطيط ممسوح العين اليمنى ايه جنطيط تمسح زيد الحج ايه جنطيط اش فايش هم يتعقد غازي جنطيط الله يجزيك بخير زيد سيدي صلى الله إليك سيدي باش عقرت غاسه شواف مشيناو الفروع نص الشجار صلى الله السلامه والعافيه. ضخم جدا يسحطاس ضخم جدا يسحطاس صلى الله إليك. زيد ميتو غنى هذه الصفات معني زيد
أي نعم، وجهه مخيف مرعب، نسأل الله العافية والسلام. إني ثاني الأوصف مليح يصح الطاس أشوف في نسيبد كأشجار كأغصان الأشجار، ثم ضخم، ثم وجهه مرعب. إن الأخ محمد وجهه مرعب. هذه في صفاته الخلقية التي خلقه الله عليه. طيب المسيح الدجال الآن ما يتجم ويتجي الخو رجل أفضل الإخوان كنا تعقل مليح ما قتل خو ما يتجمل لا زيد الأخ موجود صلى الله عليه. المسيح الدجال يتجا خو أقتل خو وتقطون أكديث الدرس الماضي قنعدو غزل بريدوا يعني موجود الآن كما في صحيح مسلم في حديث مسلم الطويل حديث الجساسة. مش هو غير عقل ماني بالضبط مشينا النبي صلى الله عليه وسلم ماني يتجا بالضبط ماني يخمر ماني النفع. طيب ننقي النفع للجزيرة ياك للجزيرة ثم الله تعالى إشعافيث يقنيث إشعافيث يفسن يضع النص وقموا من النس يفسن النس غير النس يشعفيث النبي صلى الله عليه الله تبارك وتعالى يشعفيث أضز دياخون هذه غيخسر ربي سبحانه وتعالى لكنه يوشك أن يخرج. طيب تغنين شمس ألا مهمة أخرى وما عنده شي حاجة هنا في الجبهة مكتوبة ها كافر كما قال عليه الصلاة والسلام الكاف والفاء والراء يقرأها كل مسلم سواء تغيرني وغيرين طيرا. شوف من فضل الله عز وجل توني وغيرين حتى يما ذبابات جديني وغيرين أما سواغرين واورين ملا تغذين الإيمان أضغى بإذن الله سبحانه وتعالى أضيغا طعم صغيرين سبحان الله. طيب رأينا حديث الجساسة ومما ذكرت لكم كذلك أيها الأحبة قلنا أن المسيح الدجال هل يدخل مكة والمدينة مدينة مكة المدينة هذه يثني غلا ما تيفشى لا مكة ولا المدينة تحرسها الملائكة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المنافقون في المدينة المنافقين غاديين للمدينة مش غير يدفون خصهم يبداو يدفون غادو كنز المسيح الدجال مش غير غادي يدفون. زيد الإخوان اللي ثاني أحسن الله إليك 3 رجفات أقول لك تفعقل المدرسة والو 3 يزيدني غادي نهز الصماط أتعوق مار المنافقين اللي يزيد المدينة النبوية باش يدفون غاد الدجال صلى الله السلامة والعافية. أقا مليح أمو كنحفظ أنا عقل مليح إن شاء الله. طيب من يصدق بالضبط بمكان يقال له خراسان في المشرق جهة إيران طاجكستان ذار بيحتمني ما صوزيس ديك كيشين خاتك تزيسنا غير الخطأ تزيسنا غير الشمس الله العافية حتى الدجال كيسن دين قيت تصن دين صلى الله العافية والسلام. لذلك تقول لنا من العقل محمد يفغ ندين دهني دي مزوله ندين دي يهود المجرمين اليهود أصبحان في إيران في الرافضة نيف نغيظ ظان ذني دغين دهني مزوله ذني الجيش ذني زيغوي غزة يخلني غادي مجموعة من الفتن يخطو السور ولي دغينين الفتن المسيح الدجال غير باش نعذو أعظم الفتن يدغيو المسيح الدجال يزغي فتني ولا يغزى لا ذرة كيس ذرة أمور أحسن الله إليك معنانينا جنة ظنار أحسن الله إليك أغاسري جهنم تمسين كيس تقوى ثم ذرة أمور يشتغل لنا ثم زيد السمرو كذلك من الفتن أنه هناك يختدث يدخل الخربة وهذا يسوال ثم يدعوها فيتبعه كنوزها فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل كما قال عليه الصلاة والسلام. زيد كذلك ومعه نهران ناني غزراني كسيقوان مشينا النبي عليه الصلاة والسلام ناني غزراني. إذن هذه كلها فتن صلى الله السلامة والعافية. وكذلك من أعظم الفتن يخطوها السيول أنه أظن بنادم
أثي فاق اثنين أثي يحيى مرة أخرى، أثي فاق اثنين ثم أثي يحيى مرة أخرى. هذه كلها من فتن المسيح الدجال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. هذه في خلاصة، يعني خلاصة شاملة يقيم مقتله وخسي ورخشة الجيخ إن شاء الله تعالى غزات نقيقود عيسى عليه السلام فذينه الغني إن شاء الله تعالى مش غيقضينا عيسى عليه السلام، مش غيقضي مثل المسيح الدجال أغاصنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ذي بعد الحصة الماضية ننظر العلامات الأخرى، وهي ظهور الدخان. تونسيو الدخان يظهر في آخر الزمان، والنبي أنه ثبت في الصحيح أنه في آخر الزمان يظهر الدخان يملأ ما بين السماء والأرض، بمعنى الدخان تفواتويلي دي جندو النغني إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني هذا سبوذا دي جبي فوزنس وذي تويري من كثافة الدخان غيرين يدغي هوان. وهذا الدخان خسننا من غايق كعلامة أنه نسأل الله العافية يذهب بأنفاس الكافرين، يتبدا يسنور الكفار غاد شمن يتبدا يسنور تمتن. أما المؤمن فيأتيه كهيئة الزكام أخميث يكثوص النير، هذه تسوها أخميث يكثوص النير على المؤمن. هذا الدخان الذي يظهر في آخر الزمان كما ذكرنا. عقلت خنيتتي. ثم نوفق طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وتغنى بأن طلوع الشمس من مغربها قيل هي أول علامة. والعلماء باش تفهم يعني غاج النتيجة هي أولى العلامات أم ظهور المسيح الدجال، قالوا هي أول علامة في السماء. أول علامة في السماء هي طلوع الشمس من مغربها. طيب تونسيو شوي خفوشت خل عظمة يزي خرق ربي تبارك وتعالى فوشت ثنيتتي، ونغرد على ما سمعكم بعض الآيات من سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وتغنسي الخس آية فينا في عظمة خلق الشمس. وكذلك نود حديث في صحيح مسلم حديث أبي ذر الغفاري يؤكد هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تجري مصداقا لقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. فطلوع الشمس وغروبها، طلوعها منها هنا وغروبها منها هنا، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. مزيان. وقلنا بأن هذه الشمس التي خلقها الله تبارك وتعالى خميث غجي من يطرح من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فتخر ساجدة لله عز وجل تسجد، ثم تستأذن ربها بأن يأذن لها لتطلع من مطلعها مرة أخرى. سبحان الله. يا رب ما تقعد جمعان نغني عاود، فيأذن الله لها بأن تشرق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، صلى الله السلامة والعافية. يعني فيوشك أن تستأذن، يعني باش تقعد أسيني الله تعالى وتقعد شاء يزيد يمغي يوقعن خمي وسيني وتقعد شاء زي المشرق يمغي يوقعن، فتطلع من مغربها. خمي ذا سغين الله تعالى وتقعد شاء حينها تطلع من مغربها فتفاجئ الناس، نسأل الله السلامة والعافية. طيب تخيلوا معي، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة. والله إلا الأمر صعب جدا. تخيلوا معي تكال زقلس أتفض غابارة أبدا غزايا يموت فوش توالو، أنا نقرب أنا فوش قاعد السير قاعد زي المغرب. العكس، في هذه الحالة ماذا يقع؟
كل الناس يؤمنون. يا إله إلا الله، ما أضعف الإنسان، ما أضعف الإنسان وما أجرأه على الله. غطلع الشمس من المغرب مر وذن ذا منه، لكن لا ينفع، لا ينفع. قال ربنا يوم ياتي بعض آيات ربك، يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يا رب سلم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وينفع بالإيمان مروث من بقبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. كل الناس يتوبون يؤمنون، فلا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله، المراد يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، رحمه الله. وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. اللهم اجعلنا من التائبين من التوابين. يغلق. اسمع، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ياك وتقوم الساعة حمد قاعد فشت زي المغرب. ثم فإذا رآها الناس آمن من عليها، أي من على الأرض، آمن من عليها. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولذلك هذا يؤكد لنا حديثا سبق معنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، شرار الخلق. يعني هو غيقيم ذي ثموات الوقت النيع بليقلو الخطر نشي انتصر رب العالمين الذي ناقح بإذن الله في سلامة ونعمة. نسأل الله أن هذه الفتن أن نعيشها في هذه الدروس فقط. انتصر ربي نعيش الفتنة هذه الدروس وتعيش هذه الواقع، وإلا نهار يوضن قثوية الفتنة تليفون هاقش نيجي السيد المي كمل الدرس نيعذون ثلاثة نيعذون كمل الدرس فغي نيجي السيد الأستاذ الله يجزيك بخير صغيشيني غيش نحاشني غسواه إني المسيح الدجال إني المسيح الدجال قادر ذاك ثم وأقل كين غدا من زمانيني هاق تليفون قيوذا نسمو لينوا مش حينغا مش حي ضاقتي ما ينخيار يزن مش حاضر وشوني ذيا مش حاضر نستسمي الدنيا خيفا نغاش مش حد يوذاني يقرب مش حد يوذاني نغر قبريذن مش حد يوذاني نسأل الله العافية. فتنة المال، فتنة النساء، يوذن كاين لهم تقبا يوذن تقبا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله. تخيل معايا واش غيجي المثال هو باش هذا مصور يعني العظمة البلاء ذي الابتلاء العلامة فينا. تخيل كيدي أتعدو تقيش الزنقث وحدش وإذا بيجي نتمغاث قيش التداث فازم تطواف فازم تخيك طواف فازم طواف فازم تفيش تقعد وحدش. والمرأة أني ذات منصب وجمال غاسا قرا غاسا المنصب ذيس الجمال مي قال جمال خطف وشاف الناس أذفد شكوا كيك حد فقط ربي شتوالي وشاف الناس أذفد ويتغي قوم من ثنيتت إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يعافينا كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال لأن أعافى صلى الله عليك خير ما تعرف قدان توضن غيظنا تعرف قدان ما عليش أخي محمد جيت قنهار خالص لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر. صح. أما ما لا عزلي وهم ليش الخلاص خويا يجي المزوج غسطا والنص هذه صادر الفتنة إما لا وايم ليش تعزري. فدعته امرأة ذات منصب وجمال. صح. يمين غني نخل المسيح الدجال
قد تشغل المثل يعني الفتن فتنة المال والنساء وهذا العولمة من غادي ياخذ المسيح الدجال، من غادي ياخذ الدخان، من غادي ياخذ طلوع الشمس من مغربها، من غادي ياخذ يأجوج ومأجوج غنزاع خنوز عيسى عليه السلام. نسأل الله السلامة والعافية. نتصل رب العالمين ألا نعيش هذا تتبوه الدارشة، لكننا نؤمن به ونعتقد به. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اي والله. ورد في بعض الآثار والله أعلم بصحتها في قضية طلوع الشمس من مغربها، قالوا أنه يطول ليل المتهجدين. شو ميغرغ هذا يبدأ يشوف نهار يدغى فنقاث فوشت زي المغرب أتري تنديث ياك أتري تنديث خو من غندرجة الشين سجيل غندرجة تقعد فوشت سنيتتي تجير توقت قبر تزيلات. قال ويستغرب الناس أدفغني وذن غبار زي وذرين أدفغني وذن زي وذرين تسخني جذور المغنية أسيني مين يوين جيت توقت قبر فلان واحد واش يشاء أسيني تارنش كيف صلى الله السلام والعافية. أنا نش جيت توقت قضاء جيت كمش تزاد جي والو ونسيني جيت كمش قاغ القرآن والو مين جيت تقرأ الطنهارة مين يرجع يوقد يوض مين فوش تعالوا تنقى من علامات يزيد غير قاعد تفوشت يخص لابد اللي يبدل وتقي عشان وقت النص ليلها يطول حتى يستغرب الناس. اسمع حتى قيل أن الشمس لا تطلع ل3 ليالي 3 أيام وتقعد تفوشت يوذن العيش 3 أيام ذي التراب 3 أيام هنا ذي التراب ترجع تفوشت تقعد وتقعد تقعد. هذه علامة تسبق طلوعها من مغربها نسأل الله العافية. قالوا وأن الجار ينادي جاره يا فلان إسقاكم خوجة قال سفرين قد قد جبت حاجيت قد قدوا مقاغ واقع وسيقع في يوم من الأيام ويوذن يخا يوقع من الشين بالبشرة من الشين كيف هذا إسقاك خوجة عن مسان جاب خوج الشين أخاس إسقاك بسيني يا فلان أسيني ما تصل جيل ثاني غلا أسيني تصل الجو نغفاق يتصل خوش مثلا تصل 7 أني غير 8 أني غير 9 الجون غيص يوقع الجون اللي يوضر يص انت تفوش تلقيت قاعد. فيقول وصليت حتى أعييت قصد جغنم وحرق. قال فيفاجؤون بأن الشمس قد طلعت من مغربها ثم هذه غزان قاعد من مغربها. جاء عن يزيد بن شريح وكثير ابن مرة أنه إذا طلعت الشمس من غير قاعد فوش السيها من غير وقعا يطبع على القلوب بما فيها صلى الله عليه صفي ورنش مين تغذيس يتقن خاس يختم بمعنى ويقيم بوتك جمعش المغني يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة الملائكة الذين يحفظونك صفي قاعد صفي لأن صفي وقت الكوارث وقيام الساعة الملائكة اللي كتحفظك باش ما تطيحش باش ما ديرش كسيده باش واحد تطير باش واحد تشد باش يلق في الميكرو باش واحد تلسم الملائكة اللي قاعدين. وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا ويقيموا الحسنات تخدم الملائكة والتالي توالو نعم خدمني قيم توبني قيم الملائكة لا تكتب شيئا. وهذا الكلام إذا قاق يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا عنها ولكن له حكم المرفوع لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ثم نبيه الذي أطلعه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم العلامات في هذا الباب الخطيرة مش أنه تغلق باب التوبة. ولذلك ذكر العلامة محمد بن صالح رحمه الله قال وأن من شروط التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه. ولهذا نهينا أن نسوف التوبة مش غاين توب نهارا توب رخو وتجيبوا شوي أنه ليس في مقدورك أنك تتوب. قد يباغتك الأجل في أي لحظة وقد تباغتك الآفات في أي لحظة والأمراض في أي لحظة فالإنسان يعجل بالتوبة. فالزمن الذي تقبل فيه الذي هو قبل الغرغرة يقولون هذا زمن خاص كل يجي الزينة أثيذ يوض الأجل نس توبة قد تخمدي تقوى الروح تقوى ذا الغرغرة تكمل التوبة فبإذن بالله
ذينيش الزمن عام وهو طلوع الشمس من مغربها، وهذا يعم الناس كلها. الناس مرة ميضات قاعد فوش تسيها قد يعني أغلق باب التوبة في وجوههم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التوبة وعلى تجديد التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في مجلسه مع الصحابة يعدون له أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. في مجلس كنوا مش تقين منه صفا شوية فيني رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. الشين غافلين في مجلس الجلس اذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام يذكر له أكثر من 70 مرة وهو يتوب إلى الله في مجلس واحد. اسمع، روي مرفوعا والحديث عند الترمذي وقال حديث صحيح: إن بالمغرب بابا. حديثا أول مرة لم يوزغ ذي الموضوع تغريق نسلم بأن باب التوبة يغلق. شين تسير الباب تغير تعبير مجازي، يعني ثواث تغير تعبير مجازي. ثواه التوبة يعني الوقت التوبة، لا في الحديثين نشتري ثواث نيشة ذني ثواث تكزيس توبة النش التوبة ينونش مرات التوبة نصوح مع توفر شروطها في وقتها تكزي الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمغرب من يسترجي فوشت وجبوها نظر المغرب من يسترجي فوشت بابا مفتوحا، فهو التعظم للتوبة مسيرة 70 سنة. هذا يشتريها 70 سنة ذي هو عنه تفزيس تائب فقط. مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. ويتبلي حمد قاعد فوش تسنى. نسأل الله أن نكون ممن دخله. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق الباب. فواث النين 70 سنة شكري يستقواد غاد قاعد فوش تسنى فواه النين أتبلع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا في طلوع الشمس. العلامة الرابعة أو الثالثة نظر المسيح الدجال، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها. الرابعة خروج الدابة. خروج الدابة أيها الأحبة هو من علامات الساعة الكبرى كذلك. قد وردت النصوص التي تثبت هذا الأمر، أن في آخر الزمان أدفغج الدابة. خميقة الدابة هو في الحقيقة الدابة كل ما يدب على الأرض، لكن الراجح في هذا المعنى أنها من الدواب المعروف عند الناس البهائم يعني. لكن هذه الدابة اللي تخرج هي من جنس الحيوان، هذا هو الراجح. باش هو قبوق بنادم، لا، فالدابة اللي من جنس الحيوان. وهذه الدابة تخرج من الأرض سبحان الله، تفغزي في مواه لا من السماء. والذي في السماء طلوع الشمس من مغربها زيد يجي على من نغني في السماء. أحسن الله إليك. نزول عيسى عليه السلام، هذه تخرج من الأرض. خلقها وخروجها يكون أمرا معجزا عجيبا مهولا سبحان الله. قال ابن كثير في الفتن والملاحم، ابن كثير المفسر المشهور، قال: خروج الدابة في ذاك الزمن على شكل غير مألوف. يعني أما صوازريش الحيوان مثني وياويس قرغم ولا قحوري ولا قفونس ولا قموش ولا قزين ولا حلوف ولا الدنفيل ولا قويراد ولا غير مألوف، يعني وظن واضزرين غير مألوف. وثم تخاطب الناس. الدبة نتسورك يوذن، فالدبة حيوان أتسورك يوذن زي الفتن تخاطب الناس. ثم أعظم ما عندها أنها تسم الكفار. تنظر خما معنى تسم الكفار، ضبح خسن. يعني أمرها خارج عن المألوف، خارج عن المألوف. خروج الدبة في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين. العلامة تنطق غيثنا، العلامة خسوا الخروج.
من صميم العقيدة. والله هذا الأمر الذي نحدثكم به، كم هم الناس الذين يعتبرون هذا من الخرافات. يقارش قد تحوجه خوش كما لك تسيور مثلا نكشني ولا نغري شوي غير غاس الشواهد كذا مثقفون اطور وعران سيور كاين الدقه اخاك الحشر اشعر يعني ذبوها لي غسني قتيل شي حوجه وقد قارس تحنس ممشي احد اساتذه وفقه الله إنش غاري يمدوك ذي النخبة دكاترة ذي كلية الطب. تخيل كلية الطب إنش تغيمي رخيصن إنش خمي غايد دهاني غضا العصا إيجو يتكاري الزج إن الدكاترة يغاي ينفع الأمة إنش يتليلي سنيج جني اختناين والزون الزج تسدحانا سنين نغريقا كان الزج باش وغاز ندحشن الدكتور مش يلقى طبلية مش يلقى الدواء يوذن مش يلقى طبوبين هذا هذه كحد الزج هذه كعب يسمح هذه الزج أخص لحشن يستهزئون به سبحان الله أخص لحشن يمين غاي قنتا يتفصل الحس سبحان الله يتفصل التخبيع من قد قالوا قال حمد الصلاة رب العالمين أنك نيوث قيمم قد حسام والنوم يعظم تامنم تخشعم يمكن تروم تستغضام التوم حمد الصلاة ربي كنيو في نعمة تحسدون عليها غزاش رب العالمين كان خالد الشباب قعال كتاب سنوى عظيم قشينا إن مرفوع لهم الخالة مقشينا ومع ذلك قشح نجعنا ومع ذلك كارمهم ربي قس حسان فارحني عجباسن تامنم شك سنة ذي نملان الدكتور غاز 50 سنة وايتي من الدقة الدكتور غاز 50 سنة وايتي من الدقة ما لا يفد الخو يفد غان غداني تاتي يقيم كينغ أسيني وفي غداني يجي تعوز نتي حوجة وفي غداني يجيبوها لي تحش خاص تعوز نتي حوجة صلى الله العافية والسلام. فما ما يغسلوا مين يغلخون يغلا إوا قوام شنو مال كذا وخا يغرا الدكتور خميدة ياسم مسيح الدجال والله ما في غاداني تاتي يعني واثي نفع مدرس مسيح الدجال واثي نفع يما ذي يماش باباش واغر ينشا لكن نمي تغين خلفي تراخ الايمان التوحيد افغان اسيني شكل المسيح الدجال باش تظن اني قطعهم ديال الشواهد نفعند غادي واش الشواهد نفعنوها العقيده ما راك غير العقيده راك المنهج راك الدين واخدني سي الشواهد وما راه غاكشا يا ريت تمود ما باش تمود حناش يا ريت تمثل ما يخدموا الحناش يغرى يتص يبوه يتص عياذا بالله. واسمع خروج الدابة في كتاب الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم تفغد زيت مواف أخرجنا لهم دابة من الأرض يا ربي سلم شازيش الدابة أتفغد زيت مواف دابة من الأرض تكلمهم سور كيسن أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يا ربي سلم. الله عز وجل يسور كينغ يقارنغ قيني غيولا دي ثمواف الكفار الفجار غيولا دي ثمواف الصوفو غيش ندبز دي ثمواف أتفوز دي ثمواف أكيس نتسيول حتى قال بعض المفسرين حيث كاين اختلاف قيل أنها لا تتكلم ما بش نسوي الشين لكن الراجح أنها تتكلم ككلام الآدمي ما بش نسوي الشين غتسول. قال بعض المفسرين تقول لهم كما قال الله ما من الفلسفة يتصل قال القرآن الكريم لا يسكن شيء ما من غتسولي ذي خفنش اسمع قال الله تكلمهم زيد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دبني قرصنا هذا الكلام دبني يولا هكذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم بادروا بالأعمال ستا قد دغيا زجت عبدت خدمت قبر إدغابان ستة تمسلين فذكر الدجال والدخان ودابة الأرض الحديث. إذن في صحيح مسلم إذن خروج الدابة ثابت بالكتاب وفي السنة. طيب سبب خروجها الدابة يثني تتمام يتغفى
ما تعرفش قصدوها، ما غاسل حسابك حد، نيغي يودروك تمس، لكن من السبب يزيد غفغ الدباية. ذكر صاحب التذكرة قال: يكون في الناس فساد عظيم، هذه انتشر فساد في المواطن، ويتركون أوامر الله، هذا عصام ربي سبحانه وتعالى. وهذا له علاقة بحديث ذكرته سابقا، أن المسيح الدجال لن يخرج حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، صلى الله عليه وسلم. يعني غادي يفوق المسيح الدجال خميغة تفهموض ويسوي قال الله الله، صلى الله عليه وسلم. قال: يعصون أوامر الله ويبدلون دين الحق، عند ذلك تخرج لهم هذه الدابة بسبب تماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما ينجح معه فيه موعظة، نسأل الله العافية. غزات العالم نهارا مشي غاقلي ذي المنكر، غزات الفساد نهارا يشين العالم، حتى في جسد الأمة المسلمة الواحدة، يمسل من مصفراقا تاع جيت نتشمع عاد جنتني خارقا مصفراقا تمرغن وين جالسين على المستوى يعني الدول وعلى مستوى الأفراد والجماعات. هذا ناهيك عن الاعتداءات والهمجية، الكفار خيم سلمن وكيف يمزقونهم ويقتلونهم، نسأل الله السلامة والعافية. لما يكثر مثل هذا وأكثر من هذا تخرج لهم هذه الدابة، أنت صفغر بالعلم من هذه الدابة زيت مواف تعقل وتنطق، غاسر عقل تسوى تد الدابة تعقل وتنطق، تكلمهم تسوى كيسن، رغم أن الدواب في العادة لا تتكلم، لكن هذه الدابة تتكلم لأنها آية من آيات الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال: حين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، صلى الله العافية. خميرا يبدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخيل كي يرخم لك واحد شوية الخطبة للجمعات، شوية الدروس، شوية الكلام العلماء، شوية ما مش غايرين يوذن، ما مش والله ما تنفك مخزن قد ججغهم قسما بالله، لولا المنابر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتذكير الناس بالله جل وعلا، والله المخزن ما يفكي وذل ودي تتوى نهار قي وذن تتنجنون نغني، نهار وذن تتنجنون نغني، تشوق ندير حق نجنون نغني. ومعهم الدين ومعهم الكتاب والسنة، فلو رفع هذا ولم يذكر الناس بالكتاب والسنة لرأيتم أهوالا، نسأل الله العافية، حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وأجمع أهل السنة على وجوب الإيمان والتصديق بهذه الدابة، فاللهم إنا نؤمن بها ونصدق بها. ونقل الإجماع الأشعري وابن أبي زيد القيرواني وغيرهما. طيب، من مدغفة خذ السن الدابة يدفع التكزيث موافق عقرف التفوزيث موافق الدابة بالحيوان غاسل عقل تساوات ياك تكلم الناس. طيب، سبب خروجها خميغي انتشار منكر ذي موافق، الأمر بالمعروف والو النهي عن المنكر والو أدفع من متغفى الوقت غتغفى كل شيء بينا في النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قش الأحاديث توتر الصحيحة باش وكن يسبوه له يغتو من الجن ثابت صحيح، لأن هذه العلامات قيل فيها كلام كثير وروايات متعددة، نفس حدر هادني كله تقريبا مأخوذ من الإسرائيليات، كلام أوهام وخرافات وأساطير تحجة، فليس ما من غاديش الكتاب في الكتاب المسيح الدجال يقدران يشتويا ماني يفهم قال هذا ونيتي في المسيح الدجال مين يثبت قليل تفاصيل الإخوان اللي خارقنا النيل الرسوم متحركة الأفلام النيل تقارن تدي ونزع قنزي. وكذلك مما أثر عن بني إسرائيل.
ولذلك نشميك زين وتحدث الآن غاني اللي ثابت صحيح باش نمسفهم قاقي حشت لا كل ما هو ثابت في الكتاب والسنة ليش نحشت المغنية هذا من اللي قذاني تتقى ذي الشك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. حفظ النبي عليه السلام يجي الحديث والتغشى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مش لو مني غتجني طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فنيتتيخ السوار على الناس ضحى الدابة ياخذ السوار إن شطفر زي طلوع الشمس أرزي النهار قبل وزي النهار وقت الضحى خميت قاعد فشت قيد رمح ثم قبيل الظهر بقليل ذو الوقت غاد غفق الدابة يتنيتتي سواس وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يعني شميت غاد قاعد تفشت الدابة نت تتطفى ما تجرفت الدابة نت تتطفى فشت يعني بلا سنت. والحديث عند مسلم في صحيحه. قال ابن حجر قال الحاكم أبو عبد الله صاحب السنن الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة يعني فشت يدغى قاعد السيها أتزع يعني يدغى قاعد الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم صلى الله العافية فشت تقاعد السيها أتطفى الدابة يثنيتتي في ذلك اليوم أو يقرب منه. قلت يقول الحاكم والحكمة في ذلك أن طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة وخروج الدابة تميز المؤمن من الكافر. شوني غسي ورخ من غاد توسى أخذ الدابة ياخذ السواد يدغى يفرنزي المواف بالحيوان غاس العقل السوار أتفق سواس ما مش تلقى العلم عند الله ما مش تلقى العلم عند الله وهذا غير نيشان النبي عليه السلام. لكن من غافق ذوني غانزا بإذن الله تعالى. وهذه الدابة أشهر الأقوال التي قيلت فيها أنها من فصيل ناقة صالح ننجزي زي الفصيل النير انترغنت صالح النبي الله صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. لكن الصحيح أهل العلم أن كل الأقوال التي ثبتت ليس فيها دليل صحيح بمعنى يبقى أن ممشي تلقى الدبايا لا يعلمه أحد. المسيح الدجال إننا نغ ممشي يغلى المسيح الدجال قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام الأوصاف دياله. الدخان كذلك لكن الدابة يدغي في نزيد موات وانسين شيء ممشي تلقى أبدا لم يثبت فيها دليل صحيح وبالتالي يبقى العلم عند الله. ما تلقى طموبين ما تلقى مورغم ما تلقى مجاه ما تلقى الديناصور ما تلقى العلم عند الله. لكن مكان خروجها من يتغفر قد تفغزي موات من يتغفر اختلف العلماء على عدة أقوال. فقيل إنها تخرج في مكان قريب من مكة قيل أن تفقج مشان يرس مكة. وقيل تخرج من صخرة بأجياد وهذا أجياد كذلك منطقة قريبة من مكة. وقيل تخرج من جبل الصفا في مكة أتفغزي موات قيل أتفغزي 3 يموشا فصدعت أني غتدقز أزيز تفغ الدبان صلى الله السلامة والعافية. وقال بعضهم من بعض البوادي ديال كان مكة ببعض القرى. وقيل تخرج من أشرف المساجد لكن ليس ثمة دليل صحيح من يتغفر. إذا ممكن التفغ دي عريق ولا عريس وإذا فينا نمشي ممكن التفغ دي المغرب ممكن التفغ دي الجزائر ممكن التفغ دي أطفال وغنغبو دليل صحيح في مكان خروجها لكنها ستخرج. لكن شي من غير يتهمني من غتوسى الدباية من غتوسى. أولا ما ذكره الله عز وجل في كتابه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أولا السيول تزدد السيول كيودا تكلمهم. عليكم السلام ورحمة الله. وقالوا أنها تكلم المؤمنين والكافرين
بلفظ وحرف وصوت، بمعنى كتهضر بحال الهضرة ديالنا، الحرف ثم تتلفظ به ثم كتسمعها السوالكيك. وتسم وتجرح الكافرين، بالنسبة للكافرين تقسم طابع ضبح الكفار أو تسمهم جارحيهم تقسسن تقسن جو قسي يمو باش يدي تغيم ديس العلامة جارحي. قال نفيع الأعمى سألت ابن عباس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ابن عباس كيف تكلمهم يا ابن عباس؟ قال يا ابن عباس أتكلمهم أو تكلمهم؟ هناك رواية قراءة عند ابن عباس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ماشي تكلمهم، تكلمهم معنى آخر. تكلمهم يعني تجرحهم، تكلمهم سبب الكسم، تكلمهم تجرحهم تكسن العلامة تكسن العلامة. قال أتكلمهم أو تكلمهم يا ابن عباس؟ من دسين ابن عباس الناس كل ذلك والله تفعله، الناس أكسن تسيول أسنتك الطبع. تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر أو تجرحه. والحديث عند ابن أبي حاتم. سبحان الله. الله بعد الأذان نتم إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه. طيب أيها الأحبة، إلى هذا القدر بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. شفينا الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل مع 3 يديقون إن شاء الله نتم الكلام وعقدت إن شاء الله تعالى. قمت شوية المراجعة عاود إن شاء الله يوم الثلاثاء من نوض نهارا وقد غنيوض غا دابة وأعمالها إن غاثك الدابة هي ثاني تتي وتوضغ قيمش نختم الدابة ثم ننتقل مباشرة غا نزول عيسى عليه السلام ثم ذكر ما ورد في أخبار يأجوج ومأجوج. الثلاثاء المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء. الحين نستغل هذا الوقت إن شاء الله تعالى، نستغل الوقت تيرين جاء عندي قامة باش هو تفون ديك كل الموضوع يتوكيهم بدبذيغ في أحكام صلاة الجماعة. هذا عقل حيوان ديك كل جاء نستغل 10 مينوت غير 4 ساعات جاء الأذان الإقامة خصوصا غيس الإمام نسيور بعض الأحكام وصلاة الجماعة نشتغل نقبل باش يتوم الفائدة خماطين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أيها الأحبة، ذكرت لكم وقلت بأن الصلاة هي عماد الدين، يعني الذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام. صلى الله السلامة والعافية. والنوايا تزجين قاع هذه يغزو القحشة مكوذين مكروميين مكالماجوس صلى الله العافية والسلام. أما ونيت زجان يسمح إنطاع إلى غير ذلك، يسمح هذه دور يسمع هذه اسمه الصلاة الجيرات إلى غير ذلك، هذا يجب أن يتوب. أن الذي يتعمد أن يترك الصلاة ويؤخرها عن وقتها هذا يقع في كبيرة من الكبائر. أنا استغفر نغويش غسبيطان نغاك العمليان نفتود أخك والو. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أتعرسي التص يويذيض العصا يروح عصر العصا مغاد العشاء نش يكون يسوون إنه بنادم إنه يحرق إنه يتصغ قبل العصا يفقد 10 رجل يروح العصا ضرب مغاد العشاء ما عليه شيء لأن ما تعمد، إنما عليه أن يصليها فقط. من نام عن صلاة زيد أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. التوذن يغفك ويشيضص وخك والو فقد كازقيضص من يوقعن يعدوش الضوار كذا كاقرضونش العصا صفار زرمغار العشاء وإن شاء الله تعالى ما عليك بأس.
لكن تجد عن ماذا أتسمح دي الصلاة عن ماذا وخا مش الصلاة أتسمون هذا من الكبائر أيها الناس. وإذا مات الإنسان على هذا عياذا بالله فهذه سوء خاتمة، هذه سوء خاتمة. فينبغي التركيز على هذا الأمر جيدا. علاش من قال هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينغ بأن الصلاة امتدى بلا الدين ونيتتي، ثم ينغ الصلاة زاد فمش زاد جغنش، لأن تصني وذاني قرج زاد جواها يوا زاد جواها يوا النيث يوا قنيث يوا الني غاش قينو بالسنغ ها الجيث سيدي قينو بالسن غتجيبوا الجيث. هذا يفسد العبادات. الصلاة عمود الدين، ذبيلان الدين، وصلة العبد، الصلة بين العبد وربه. لكن ممش خصغنش ممش لأنه وقي عينه نواجب الصلاة، ممش لأنه وقي عينه، لا أن تصلي كما أمرك الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك الصحابة كانوا يصلون على صلاته، ممش تغير ترجع عليه الصلاة والسلام. فينبغي نحن نصلي صلاته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه دققت ونقد الدروس السابقة صفة صلاة النبي عليه السلام مش تغير زج النبي صلى الله عليه وسلم. شقهم دائما من هذا المنبر تعوضهم ضمان نغني الله يجزيكم بخير أيثما الحجاج وذني بقرانا نخدم الزيانا عكشان المشكل دي الصلاة، سواء دي الحركات دي الصفة بصفة عامة في الحركات، ولا ايش غتقول داخل ولا ايش غتقول برا ولا كيفاش غتصلي، غتشان المشكل على الواحد. الإمام مقفي ذا نشد نتقبيت شنو من الخلق ذا سقسا ويسقابو غسق غموها من مذوز سقسا وتبوج نحاج واتسيند واش كتسين الا يقبلها الله منك باش تسند غادي تلقى وقنيث والله ما غادي يقبل الله تعالى قنيث مو قنيث القنيث تويد العمل صحيح، اما النيه بغير عمل غادي ني والو. فونيش كنديش نتمسلاش ني ولا سي فهمني واتي السين هذه كاد اظن غي قاطع قبرين غفوافني هذا سنتبين ان شاء الله تبارك وتعالى باش ما يضيعش الصلاه ديالو. الله يجزيكم بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يصلي 60 سنه اتعرس الزوج 60 سنه لم تقبل له صلاه وخاص يقوي ربي نيش الصلاه باش خميق الحديثه والطناي يفدل. تخيل 60 سنه اش كتزوج وخاك يقبل ربي نيشتن ما يمني. قال لعله لا يتم ركوعها ولا سجودها، وايتق الركوع نيشان وايتق السجود نيشان. وهذا نراه شكون مش وزير كمي تزوج الشفع والوتر تقول السلام عليكم تفكي كان عنيوذ ما يسكنين نغني ضويل. بعض الناس اش خواكم الاوراد يعني خصاشيني غير يفسوس يريش السوس دي كلشي غير للصلاه. صلاه قوي طرنكا قع ويا بامور اش عانن سوي كان بامور يدقل ويتقبو بريميرا كاتريان ولا نتاعك من كاتريان ديال الصلاه كاتريان الركوع يدير السجود يدير الجلوس يدير والسمنه ديك نسال الله العافيه. فيقجق نعم خمين قجق نعم خمين يقجق يعني ونيت قجق قال اركان يكمل هني ذيع مش تسمع ونيت قجق هني تزل هذه ذيع الفاتحه هذه ذيع الصوره هذه ذيع الركوع هذه ذيع كل شيء ذيع ما يتقجق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما نغينا مريم مازد ومنسي اذا حضر العشاء مريم مازد ومنسي واذن العشاء مريم مازد ومنسي يدن العشاء موسو ذا مزوع ما يمني فمغاتك شن خماميطه شكتو عشق التثني اذا سنتني غير نهار يزيد النيه بلدي وعشق الثقي تعرف غاس ماميطه يمودو في دي جماي موا خالي احمد يدن خالي احمد يعطاك يدن مين تسال قدر خاص تعرض التوسيخ خاص تعرض تقبل خماميطه ني تزدغ غا الشيخ عليك يسزج اش كتقول الله اكبر اش كتولد بلدين ديه شكرات كبار يجي ماميطني ديها مش نسخق غير ماميطني ثم الصوت اللي يتغشن على واني مش نسخق لان تجوز. ولذلك النبي عليه السلام قال يبداوا بالعشاء بدا زقوا من سين ثلاثه استوى تسجل خدني دغيا من يفسوس تعرف انت تحافظ الصلاه يما تقول له حافظ بوك الصلاه شكل تجوز معليش قيمه موسود زوج ليه الدهنش
شوف الدين النغ يرحمك وي غادي تقبل الصلاه اني وقد جا اخمي خاك تزل وتزمع شوي من المخالفات خصوصا ضير في الإمام من المخالفات الكثيرة تكبير قبل الإمام في صلاة الجماعة دقي لهم قهوة تجيبوا التحوجة قد دقا والله العظيم إلا زريق ليش سميرار ستطوي لك نوتر زارنت وتجي يجيو تناني زريق يتكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام وزود شاو الله أكبر الله إمام الله أكبر زال الإمام يحيى في السن غادي زال الإمام يقيم ويفسن زال أنت في قيم ويفسن أنت تكبر قبل الناس الله أكبر يكبر قبل الإمام أنت زي تزجر جبل الإمام تكبير قبل الإمام صلى الله عليه وسلم والعافية وهذا على قول الجمهور صلاتهم باطلة على قول جمهور العلماء صلاة باطلة مرات كبار قبل الإمام تكبيرة الإحرام أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وإلا ما مثل قال غزة مريم من كل شيء زج وحزن قال الإمام علاش لنأتم به فقال فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا أوانس ثانيا الجهر للمأموم بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الانتقال لأن الأخطاء كذلك عند الناس الجهر ما يكبر الإمام يتكبر الإحرام الله أكبر يونشين صف كبر وتجيبوه الله أكبر شنو تكبر مار الله أكبر حتى أنه دقدهم قال يترتب عليه مشاكل ما مش قلت المشاكل وهو قبل أقل من شهر قل زي شهر راهي يوذبوا شهر نزج هذه الجماعة وكيجنت مزيدة يوذب ديجن الأخ نايت سن مسبوقين وسين الزاذية مسبوقين رمي دغاية الفم نشي تونغ السجود الأخ النير الله أكبر أزين صفي قاعد تغسل الإمام يكبر فهم ماهي يكبر جهرا أزين صفي قاعد رميت قاعد يوذن قيمن وفين مازال عادي خمي دورن السبب الناس وهو من الله أكبر سجد السلام عليكم سجد الله السلام عليكم قص جبني يوذن قبل وبالتالي السر صف الله أكبر كبر وامول يستحد واسويغ فقط الذي يجهر بالتكبير وبتكبيرات الانتقال وبتكبيرة الإحرام أو بالتسليم هو الإمام ولا الذي يسمع المسمع من ترينا وناس في حالة ما الذي يشير المسمع خلف الإمام للضرورة فكذلك هو يجهر بالتكبير كذلك من الأخطاء في صلاة الجماعة أقول ثلاثة إن شاء الله نتقرب بعضنا نتوي بعضنا نعم سي محمد في صلاة الجنازة كيف زعما كذلك صلاة الجنازة أحسن الله إليك صلاة الجنازة الأئمة أغلق صرخوا دائما الأئمة يشيرون لا تجهروا بالتكبير نعم صلاة الجنازة يسموه الجهر بالتكبير كما الصلاة الإمام يجهر شي نخون شي منعقل شي ميتكاظم مزيان دير كامبو هكا جدود النغ فمزيد تنهز التكبير وش تغير نغا مني يجا لا لكن هذا يوذن فقن قيم ربع هذا يوذن قال الإمام الله يجزيكم بخير التكبير سرا الناس تمازيغ الناس تشينوش الناس فرنسيس خمي غتكبر الله أكبر لا في صلاة العيد نعم صلاة العيد تكبر تسجل سنة لكن في الجنازة لا يكون التكبير سرا ولا يجهر بالتكبير إلا الإمام قاش مش دايك الإشارة وصلنا ما ديال مودي تفشل باش نشاس بالضبط هو صافي خير إن شاء الله حتى فلا يجهر نعم باللي كبر الإمام يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر أوانس بعد التكبير لا بعد التكبير ذني دعاء الاستفتاح صلى الله إليك إنش الإمام خميت كبار في صلاة الفريضة الله أكبر هذه الإقامة
شكني فهمتني غير التكبير يعني خمي غيقيم الإمام الصلاة المؤذن نعم خمي تقام الصلاة ذيني وذني قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله حد يقرأ أصبحنا وأصبح الملك لله يفتح يرزق يهون في الرزق يرجع ياك قبل يحفظني غصباز مش كي تحفظ هو الفاتحة وتحفظ مسكين ضار الزمارة ولكن هو يحفظ نعم أواني الإقامة هو تحصلوا منه أواني الإقامة وني خصنا ديني شن الذكر أواني الإقامة يخصص ديني ما مشي قواني الأذان لأن الإقامة أذان ما بين كل أذانين صلاة أذان صلى الله إليك حتى الإقامة أذان ما لا تزود تقلش الدعاء يوخصتني ما مشي قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ذين يذن أقامها الله وأدامها قد قامت الصلاة بعض الناس كيقولوا أقامها الله وأدامها هذا في حديث ضعيف لم يثبت لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد قامت الصلاة أتني رشك قد قامت الصلاة رشك كيف تقول مثل ما يقول المؤذن هل أقام شنو الأذان كيف أو ناس من غاديني أتني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا نعم أواني الإقامة نعم وني خصنا ديني الذكر وني خصنا ديني الذكر وني واي خصنا شو ويقشقع وما عليه شيء لكن أي ذكر من غير هذه الأذكار كما ذكرت لكم لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تقال. هذه إن شاء الله تعالى بعض ما رأيناه إن شاء الله تعالى نجي السيمانة دي كان بإذن الله الأسبوع المقبل إن يسر الله اللقاء والبقاء نتغينا دي السلسلة النق بعد الأذان جاء الأذان الإقامة نتوض بعض الأخطاء وبعض يعني التصحيحات وبعض الفوائد في أحكام صلاة الجماعة بإذن الله عز وجل يعني قمنا على صلاة الكراسي وغيرها من الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس أن يجعله مجلسا مباركا مرحوما أن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك بخير الأسماء إليك أن تجعلنا في هذا المجلس من المقبولين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا واقض ديوننا ونفس كروبنا وفرج همومنا وبلغنا آمالنا فيما يرضيك عنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا. اللهم أصلح نوايانا اللهم أصلح نوايانا وأخلص أعمالنا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين أوابين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألف بين قلوب هذه الجماعة. اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا سبل السلام. اللهم يا رب العالمين أصلح شبابنا وصبياننا. اللهم يا رب العالمين حبب إلينا صلاة الجماعة واجعلنا من مقيمي الصلاة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأسرنا من مقيمي الصلاة يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا نافعا اللهم أغثنا غيثا نافعا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغثنا غيثا نافعا اللهم أغثنا غيثا نافعا. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بسوء وشر ما عندنا. نحن المجرمون المقصرون المفرطون وأنت أرحم الراحمين. فيا رب اغفر ذنوبنا وأنزل علينا من غيثك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحمنا بغيث مبارك. اللهم ارحمنا بغيث مبارك. اللهم ارحم صبياننا وشيوخنا ونساءنا وضعفاءنا يا رب العالمين. يا رب اجعل بلدنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. يا رب فرج هم إخواننا في فلسطين فرج همهم في غزة يا رب العالمين. يا رب تقبل شهداءهم يا رب تقبل شهداءهم. يا رب واحقن دماءهم يا رب واحقن دماءهم. يا رب اجمع كلمتهم. يا رب كل اليتامى والثكالى والأرامل اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم واكس عاريهم
ناوي يا رب العالمين طريدهم، اللهم ردهم إلى ديارهم ومنازلهم يا رب العالمين. انصرهم على اليهود المجرمين، اللهم انصرهم على اليهود المجرمين. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم من عندك صوت عذاب، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن سوء الخاتمة ومن جميع سخطك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.